السلام عليكم حبايبنا، عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده ان شاء الله احنا حبينا نجيب عربيه مختلفه شويه من العربيات الاس يو في. احنا كنا متعودين دايما ان احنا بنجيب في الاس يو في التوسان، السبورتاج، الكاجار، الكاشكاي، الحاجات اللي هي التقليديه والعربيات اللي هي العاديه يعني. لكن النهارده انا جايب لك حاجه جيب محترمه قوي. فلقيت الايقونه الجميله دي موديل 2011، عربيه فابريكا بالكامل بره وجوه، ما فيهاش ولا جرام واحد من البوهيه. العربيه دي بتكون مخصصه اكتر للجردات والناس اللي هي رجال الاعمال اللي بتحتاج حراسه، بتجيب العربيه دي تمشيها في الحراسه وراها من ضمن الموكب بتاعهم. العربيه اللي معانا دي هي 2011، فيها رخصه 3 سنين، مرور كفر الشيخ. يعني انت هتركب مش هتصرف على العربيه جنيه واحد. عربيه ما شاء الله 4x4. العربيه دي كمان سعرها برضه هقوله لك في بدايه الفيديو عشان تبقى عندك معلومه، وهنتفرج على الانتيريور بتاعها وهنظبط الدنيا دلوقتي. العربيه دي سعرها 965,000 جنيه، وان شاء الله يبقى فيها تفاوض برضو عند المعاينه. هنظبط الامور مع بعض. والعربيه دي كمان موجوده في معرض صفوت عزب على طريق شبين الكوم اوسنا. هنشوف العربيه من الامام. طبعا الفوانيس الهجوميه اللي معروفه بيها الشبكه النيكل. الفوانيس اللي هنا اللي موجوده مكان فوانيس الشبوره جايه بشكل او ديزاين جميل جدا. الدعامه او الاكسدام المنحني اللي جاي هنا ده شكله ممتاز قوي. طبعا مش عايزين نطول عليك، برضو قلت لك العربيه بشكل سريع كده من الواجهه الاماميه. تعال اما نشوف الجنب بتاعها ونشوف حاله الكاوتش ونشوف العربيه بالكامل من الداخل. يلا بينا هنشوف تفاصيل العربيه بقى من الجنب بتاعها دلوقتي. طبعا العربيه كلها عضلات تتميز بالفخامه، بالجمال، بالشياكه. العربيه دي ممتازه قوي. وصراحه انا كنت اول مره ان انا اركب العربيه دي. انا ركبت الجراند شيروكي، لكن العربيه الكيكي اللي معانا دي النهارده ما ركبتهاش قبل كده، ففرصه ان احنا هنجرب كل حاجه معانا. طبعا اهم حاجه بتميز العربيه دي في الجنب طبعا الجنوب بتاعتها اللي شكلها ممتاز قوي، جايه من النيكل كروم زي ما احنا شايفين، حاجه ممتازه قوي. ولكن ده طبعا لزق مش جنود، تكون ملزوقه كده، ولكن شكلها برده ممتاز جدا، حاجه فخمه برده بتدي شياكه للعربيه. كمان الحاجه المميزه فيها العتب بتاعها، والعتب ده كمان تقدر ان انت تقف عليه، مش الموضوع ان هو زينه وخلاص. طبعا العربيه كل حاجه فيها طبعا ضخمه. هنا حتى الاكره ما شاء الله زي ما انت شايف، الاكر اللي هي النظام القديم شويه، تمام، لان العربيه طبعا 2011. الكاوتشات بتاعتها برده حالتها ممتازه، يعني ممكن نقول 70% او 75%. طبعا المواصفات بتاعت الكاوتش ضخمه زي ما احنا شايفين، 235 65 17 بوصه. هي عشان 65 البروفايل بتاعها عالي، فطبعا تحس ان الكاوتش 20 بوصه، ولكن هي 17 بوصه فقط. عندك برضو هنا الراكات اللي راكبه على السقف بتاع العربيه، دي مكمله اللمسه الجماليه اللي موجوده فيها. باقي التفاصيل بقى بتاعت العربيه مش محتاجين ان احنا نتكلم عليها. مرايات، الزجاج الخلفي اللي بيكون ملون، ده كله طبعا حاجات تقليديه جدا مش محتاجين ان احنا نتكلم عليها. وبرضو هنا الحته النيكل اللي مكتوب عليها شيروكي هنا في الحليه اللي موجوده على الباب بتاع العربيه. تعال اما نشوف بقى ظهر العربيه كده مع بعض عشان برضو نبقى بصينا على تفاصيل بالكامل من الخارج. يلا بينا. ولكن ما تنساش دعمك بلايك جميل من ايديك الحلوه، وكمان اشتراك في القناه لو حضرتك لسه ما اشتركتش معانا، عشان ده شرف كبير جدا ليا انضمام حضرتك معانا في القناه. طبعا مفتاح الدواره زي ما احنا شايفين، في هنا ان انت تقدر تدور العربيه، والسنتر لوك، وفتح الشنطه، وكمان زرار انذار. المفتاح شكله زي ما انت شايف كده معايا سيمبل وشكله ممتاز قوي. تعالى اما نكمل بقى باقي العربيه. تفاصيل العربيه طبعا من الخلف زي ما حضرتك شايف معايا، وبرضه هوضح لك بعض الحاجات اللي فيها زي السنسور بارك الخلفي، الكاميرا الخلفيه، الشنطه اللي بتكون متقسمه لجزئين وهنشوفها دلوقتي مع بعض واحنا بنفتح العربيه اهي. الازاز بيفتح لوحده كجزء، وفي كمان مساعدين هنا، وكمان تقدر ان انت تفتح الباب الثاني برضه اهو، بتفتح ده بالكامل زي ما انت شايف معايا كده، تمام. هنا طبعا في مساحه لا بأس بها زي ما احنا شايفين دلوقتي. كمان في عندك هنا درج تخزين صغير جدا. فالعربيه بشكل عام كده احنا خلصنا التفاصيل بتاعتها بالكامل من الخارج، ووريتك الشنطه بتاعتها برضو، والشنطه بتفتح على جزئين زي ما قلت لك اهو. وعندك كمان الازاز بيقفل معانا. تعالى ما نشوف بقى سقف العربيه، ربنا يعيننا ونقدر نطلع الكاميرا على السقف بتاعها، وبعد كده نشوف الانتيريور بتاعها. يلا بينا. بص، هو السقف يعني انا مش هقدر ان انا اوريهولك بشكل كامل لان انا صراحه مش طايل، محتاج سلم، ولكن هو غالبا كده في بعض التكاليح، وفي فتحه سقف طبعا زي ما هي واضحه معانا، ولكن العربيه فابريكا زي ما وضحت لك في بدايه الفيديو. تعالى ما نشوف بقى الانتيريور، وهنبدا بالصالون الخلفي. بسم الله. طبعا عندك هنا الفرش الميكس بين اللون الاسود واللون الجملي. طبعا عندك هنا سماعات ممتازه جدا، وهنا طبعا كله من البلاستيك، مفيش خامات حتى مريحه لمسكه ايدك.
او لسندة ايدك سوري. عندنا هنا طبعا الكنبه بتكون مرتفعه ودي حاجه ممتازه، ولكن طبعا في هنا عندك نفق فتيس محترم جدا وعالي لان العربيه فيها ديفرنس خلفي لانها بتشتغل 4x4. تعال نشوف بقى مع بعض الصالون الامامي. الزراير الكهرباء بتاعت الازاز وضبط المرايات بتكون كهرباء تمام. عندنا برضو هنا الكرسي بيكون في العلو والوطو بيكون كهرباء، ولكن الظهر بتاع الكرسي بيكون مانيوال عادي جدا. هو الكرسي هنا بس محتاج يعني يتظبط شويه في التنجيد، ولكن ده الفرش الاستوك بتاعه. العربيه برضو من 2011 تمام. والجلد طبعا زي ما احنا عارفين ان هو بيبوظ يعني بشكل سريع لانه بيتشقق من الشمس والكلام ده. باقي تفاصيل العربيه طبعا عندك الطاره المالتي فانكشن بالكامل زي ما حضرتك شايف معايا، وعندك هنا في كروس كنترول، وعندك هنا سبيكر ان انت تقدر تتكلم مع العربيه. عندنا كمان هنا العدادات بتاعه العربيه، والعربيه كمان ماشيه 247 الف كيلو. هنا طبعا عداد البنزين والحراره. العربيه شكلها ممتاز جدا والديزاين بتاعها صراحه احلى من الريبرتي. عندنا هنا برضو الكونسول الوسطي، وفي هنا فريم جاي على شكل الخشب كده، فده مدي شكل ممتاز جدا للعربيه. وفي هنا شاشه طبعا والمكيف بتاع العربيه. وعندنا هنا في التراكشن كنترول والتحكم في السرعه عند المنحدرات وزرار فصل الحساسات. ده اللي بيتحكم في ان العربيه تشتغل 4x4 او ديفرنس واحد اللي هو 2. عندنا برضو هنا العربيه فيها 6 ايرباج جانبي وايرباج للسائق، وعندك برضو هنا في ستائر جانبيه، وفيها فتحه سقف وفيها شاشه خلفيه هنشوفها دلوقتي. الشاشه دي بقى بتشتغل ازاي هقول لك. بتضغط على زرار الفتح كده بتاعها والشاشه بتنزل